خلينا نفترض على افتراض تجدين 10,000 دولار في الشهر. حلو؟ أوكي. هذا الراتب عالي بلا شك أكيد، لكن إذا قلنا أن على الأقل وسط زملائك في العمل، هل ستشعرين بالسعادة؟ يعني المفروض وأكون شاكرة، يعني إذا هيك بصير. على كل حال ممكن تكون ضمن أعلى، أو أنت كشخص ضمن أعلى الأشخاص أو أعلى 1% من أصحاب الدخل في بلادك، لكن على الأغلب أنت ستقارن نفسك بدائرتك المحيطة بك فقط، وبالتالي قد تشعر بعدم الرضا إذا وجدت أنك لا تجني مثل المقربين. هو نقاش دائر بين الأكاديميين وباحثي علم السلوك أجرى عليه الباحثون أكثر من دراسة، والنتيجة واحدة: معظمنا غير راض عن راتبه، حتى أصحاب الأجور الكبيرة. على كل حال التفسير الشائع أنه راتبك يزيد فتزيد حجم مصروفاتك سعيا وراء معيشة أكثر رفاهية. على كل حال حديثنا اليوم ليس عن زيادة الرواتب ليش؟ نتمنى يعني، ولكن حول طريقة تقسيم هذا الراتب وإدارة الراتب الشهري بالشكل الأمثل ليكون كافي، على الأقل يمشينا لتاريخ 29 اللي هو موعد معاش الراتب. هي المشكلة، إنه تعيش شهر بشهره، مش المفروض يكون هيك. هذه مش طريقة للحياة يعني. إذن نرحب بضيفنا في الاستوديو أحمد سند، المهندس وصانع المحتوى الاقتصادي. يا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. سموا الراتب معاش لأنه معاش. صحيح. صحيح. 25 20 18 بالشهر خالص الراتب. كيف نقسم هذا الراتب حتى لو كان مبلغا كبيرا؟ هو الحقيقه زي ما قلنا الفتره اللي فاتت دي، خصوصا مع التضخم وزياده الاسعار اللي كلنا شايفينها، كل حد بيحس ان في خلال شهر او اقل من شهر الراتب بتاعه بينخفض. فلو فضلنا بالشكل ده تقريبا الراتب بتاعه هينعدم بعد فتره، وخصوصا في الدول العربيه او حتى في امريكا وفي اوروبا. فالحل بدايه ان احنا نعكس العمليه، ان احنا عاده بنعيش ان احنا بنصرف الفلوس وما يتبقى منها ممكن نخليه سيفنجز او ان احنا نحوشه. لو عكسنا المفهوم بتاعنا، ان احنا اول ما يبقى الراتب يدخل لنا ان احنا نحدد بالظبط ايه المبلغ اللي احنا هنستقطعه شهريا قبل ما نشوف اي مصروفات، ان هو ده الحد الادنى اللي احنا هنحطه على جنب. مبلغ كل شهر نستقطعه من الراتب بتاعنا ونحطه على جنب. راتبنا 10,000 دولار، نستقطع هي بتختلف على حسب كل فئة، على حسب كل دخل شهري، وعلى حسب اللي انت تقدر تستقطعه. ولنفترض ان انت تستقطع 10% من دخلك الشهري دلوقتي وتحطه على جنب، وتبدا بعدها تحسب مصروفاتك. هتلاقي اكيد خصوصا الناس اللي كانت بتستنزف كل مرتبها ان في حاجات مضطر ان هو يستغنى عنها. وفي الغالب الحاجات دي ممكن ما تكونش اساسيه، يعني انت مثلا من المدخنين ممكن يقدر يقلل من استهلاكه للتدخين، مع ان اسعارها بتزيد دلوقتي وبتاكل اكتر من اللازم من الراتب الشهري. ممكن يلاقي بعض المصروفات اللي كان بيعملها ما كانتش اساسيه او ضروريه، هتيجي على حساب ال 10% دي. فمجرد ان انت شهر في التالي بدات تجمع ال 10%، هتعمل بعدها حاجه اسمها emergency fund. كلنا شفنا بعد الكورونا في ناس فجاه اتفاجئت ان هو حساب للطوارئ بالظبط كده، حساب للطوارئ، ان لا قدر الله حد تعب محتاج علاج، حد فقد وظيفته فجاه بقرار من الشركه يعملوا تسريح للعماله، يبقى معاه مبلغ يكفي ان هو يقدر يعيش لمده 6 شهور على الاقل. فبعد ما عمل الامرجنسي فاند او حساب الطوارئ ال6 شهور ده، يعني اللي هو حط 10%، يبتدي يحسب بيصرف كام في الشهر، هيقعد كام شهر يعمل امرجنسي فاند يحطه معاه، يبقى هو ده مبلغ السيفنج بتاعه. بعد ما اكتمل المبلغ ده يبدا يفكر في مفهوم الاستثمار، لان مفهوم الاستثمار دلوقتي بدا يزداد شعبيه وبدات الناس تفكر فيه اكتر، بس في بعض الاحيان الناس بتعمله بشكل غير محسوب. ممكن يدخل بكل الفلوس اللي معاه بدون علم، بدون خبره، بدون اي حاجه، ويخسر كل المبلغ اللي هو دخله. فبدايه عملت الامرجنسي فاند او الحساب اللي انت بتحطه للطوارئ. بعدها نفكر في الاستثمار. الاستثمار بيختلف طبعا على حسب مرحلتك العمريه وحسب هدفك من الاستثمار ده. طب احنا لسه ما اكلناش، ما شربناش، ما دفعناش مصروف اجار البيت، كل ده بنستثمر قبل كل هدول. الاساسيات دي كده كده بتخرج من السالري بتاعك او من مرتبك بناء على الثوابت. يعني انت ساكن في مكان معين، عارف الايجار الشهري بتاعك بتدفعه قد ايه، بتبتدي تحدد بتسكن بكام في المية من دخلك. التعليم وهو جزء مهم جدا ويكاد يكون من الاهم لتعليم الاولاد، او تعليم وديفلوبمنت انت بتعملها في نفسك وتطوير نفسك، تعمل له نسبه شهريه او نسبه سنويه على حسب انت بتخطط ليه ازاي. والترفيه، لان مهم جدا ان انت تهتم بجانب الترفيه، ما يبقاش ان انت كل حاجه بس بتصرفها في الاساس
الاساسيات اكيد حتى لو نسبه ضئيله كل شهر. وان انت تطور في نفسك دي نقطه مهمه جدا، لان هي اللي هتكون سبب اصلا ان دخلك يزداد. يعني هي زي البيضه ولا فرخه، ان احنا هنزود الدخل بتاعي ازاي وانا مش بزود من مهاراتي ومش بطورها. لو انت ما طورتش من مهاراتك هتفضل زي ما انت، ولو ما اتغيرتش هتتغير. يعني لو ما غيرتش نفسك انت هتتغير من شغلانتك وهيجيبوا حد غيرك على طول. فدي نقطه مهمه جدا، ان انت ازاي تحدد بعد ما عملت السيفنج بتاعتك او المبلغ اللي انت هتعمله للحساب الطوارئ، تحدد بعد كده المصروفات الاساسيه، التعليم وغيره، وبعدها تبدا تفكر في مفهوم الاستثمار. لان انت عمرك ما هتبقى غني زي ما بنقول الا ان انت تنمي فلوسك عن طريق مبدا الكومباوندنج او مبدا التراكم الارباح وتراكم الفلوس على بعضها. جميل. طيب قلت 10% هذا للإمرجنسي فند أو حساب الطوارئ. صحيح. بعد ما نشيل كل المصروفات الأساسية اللي إحنا مضطرين، قد إيه المفروض نصرف على مثلا جزء من راتبنا يروح لأجار البيت؟ قديش المفروض برضه نسبة للأكل والشرب؟ وبالتالي قد إيه المفروض يتبقى معنا لحتى قد ايه نسبه الاستثمار يكون من هذا الراتب؟ تقدر تسكن ب70,000 سنويا وتقدر تسكن ب40. صحيح، دي نقطه مهمه جدا. بكلمتين، هي اهم حاجه ان ما حدش عايش نفسه في مستوى ما يقدرش يسستين ويقدر يكمل بيه. لان هو لو دخل نفسه في مستوى ما يقدرش ان هو يصرف بعد كده على كماليات ورفاهيات اللي هو عايش نفسه فيها، فدي هتبقى الازمه. شكرا جزيلا. اشكرك جزيل الشكر احمد سند، مهندس وصانع محتوى اقتصادي، كان معنا في الاستوديو. احنا بحاجه الى جلسه حتى ندرس ميزانيتي. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.